شاف بابا شوي. صباح الخير، عاملين ايه؟ النهارده 15/12، فاضل 15 يوم على اخر السنه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعلها سنه مختلفه ان شاء الله، جديده كلها رزق وخير وتغيير. اتمنى من ربنا ان احنا نتغير. الفلوج اللي فات انا غلطت، بدل ما اقول اسم الداعية اللي انا بسمعه وانا سايق اللي هو عامل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت ان اسمه احمد كمال. دي كانت غلطة، انا اسف. هو اسمه احمد عامر، اسمه احمد عامر. انا اللي غلطت في اسمه، انا اسف. انا حطيت لكم اللينك بتاعه في الفيديو اللي فات. ممكن احط لكم اللينك بتاعه تاني النهارده. ممكن احط لكم صورته هنا او صورة البروفايل بتاعه يعني. بس دلوقتي الساعة دلوقتي 6:15. خلينا نتحرك عشان عندنا تمرين. اشوفكم هناك. نعمل بس تصليح بسيط في التوك توك بتاعنا ده. السكرينة بتاعت العدادات دي هي مكسورة، فانا مؤقتا كده بعملها بالقفيز ده. الدنيا ضلمة طبعا، انتم مش شايفين اي حاجة. انا اصلا عايز الغي السكرينة دي، بس عايز اغير الكشاف اللي قدامي الاول. يلا بينا، توكلنا على الله. جو تلج يغور البرستيج، برستيج والشكل يغور. شاف بابا شوي. ده مش مسمار، ده لقمة من اللقمة اللي انا حاططها عشان المسمار باظت. فدي بقى فايدة يعني. بصوا الكاوتش الله اكبر يعني، جابني لحد هنا ومفيش اي حاجة حصلت فيه، بس هو ايه، بيطلع هوا. فده كده لازم يتلحم. بس ميزة المادة التيوبلس اللي انا حاططها في الكاوتشين دي ان هي بتخلي الكاوتش ما يضربش. الحمد لله يعني، الحمد لله انه ما حصلش حاجة يعني. حلو الشوت ده، حلو الشوت ده. ممتع برضو الفلوجينج. السحابة شكلها جامد جدا. بصوا السما شكلها عامل ازاي، جامد جدا جدا جدا. سبحان الله، سبحان الخالق، سبحان الله العظيم. وصلت.
طلع دخان. ايوه اهو كواليس بتاعت المباراة. يا حبيبي الله يخليك. الكاميرا جوه الثاني. رجعنا تاني، ايه الاخبار؟ السلام عليكم، صباح الفل يا عم. لفيت شويه عشان الكاوتش اللي انا صورته لكم الصبح، على ما لقيت حد يعمله لي. يعني كل ما اروح بنزينه يقول لي لا لسه بتوع الكاوتش ما جوش. حملت على الكاوتش اللي ورا شويه لحد ما وصلت صقر وعملتها الحمد لله. 50 جنيه على الصبح بس الحمد لله الحمد لله. الساعة كام؟ الساعة 9:05. فاحنا مش هنقعد على الكافيه النهاردة، اصلا في حد قاعد على الترابيزة بتاعتي. السلام عليكم، صباح الفل. فتح. في بنت قاعدة على الترابيزة اللي انا بقعد عليها، هي مش بتاعتي يعني. عايز اقول لكم الست صاحبة الكافيه دي دارسة ماركتينج بطريقة غريبة. يعني هي فعلا دارسة ماركتينج والله. يعني هي عاملة كل الترابيزات مش مريحة عشان الناس اللي بتقعد ما تطولش، فهي صايعة جدا في الماركتينج. يعني هما بيبقوا عايزين، عشان لما بيبقى في ناس ساعات بيجي زباين او بيجي شباب عايزين يقعدوا في الكافيه مش لاقيين مكان فبيمشوا، فهي عشان تحارب الحتة دي عملت كل الترابيزات مش مريحة فالناس ما تطولش في القعدة. السلام عليكم، صباح الفل.